مرحبا، شو الأخبار؟ أنا من شوي بقرأ خبر اللي هو الداخلية المصرية تم القبض على رجل سوري. تمام. بسبب مشكلة صارت بينه وبين جاره المصري. طبعا بقرأ الكومنتات اللي هو مطالبة الناس بترحيل السوريين، ومطالبتهم بأنه ما يتم في سوري بمصر. أنا بالبداية طبعا بشكر المصريين على حسن الاستقبال لإلنا بطول ال 15 سنة، وهذا مو أول فيديو أنا بطلع وبشكر فيه المصريين. تمام. بس رسالتي للسوري اللي عمل هاي المشكلة، ورسالتي للسوريين اللي قاعدين بمصر وأنا واحد منهم. تمام. يا شباب، نحن هون مالنا ببلدنا، نحن هون مالنا ببلدنا، نحن هون ببلد تشكر هي وأهلها وحكومتها إنه عاملونا معاملة منيحة مثلنا مثل أهل البلد. ما حدا ضايقنا، ما حدا عمل لنا أي مشكلة. رغم كتير مشاكل صارت. تمام. حتى لو هي المشاكل كانت بعيدا عنا نحن كشعب، ممكن تكون مشاكل سياسية، ممكن تكون مشاكل ما لنا علاقة نحن فيها أبدا، وهن قدروا هذا الشيء. ما حدا اجى علينا ولا حدا ضايقنا، ولحد هي اللحظة عم نمشي ونحن كأنه ببلدنا. ما لنا حاسين انه احنا غريبين. فما يكون العشم فينا زايد كتير ونحس حالنا انه ايه نحن ببلدنا، ايه نحن ببلدنا، بس نحترم هي البلد اللي احنا فيها. اليوم هذا السوري عمل مشكلة مع المصري بسبب انه المصري عم يطعمي كلاب. يا اخي انت شو بدك؟ يا اخي انت مالك ببلدك؟ انت اليوم هون ضيف بمصر. تمام. ان شاء الله تكون قعدت 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، بالاخير انت ضيف بهي البلد. انا متأكد مليون بالمية لو هي المشكلة مصري مع مصري، ما راح يكون في لها هالضجة الإعلامية الكبيرة. لأنه اليوم في كتير ناس منتظرين أو مستنين إنه السوري والمصري يستغلوا أي مشكلة بيناتهم لحتى يخلقوا مشكلة، لحتى يصير فيها التفرقة، يصير فيها عنصرية ببلد نحن ما شفنا فيها لا عنصرية ولا تفرقة ولا شفنا فيها أي مشكلة. رسالتي للسوريين اللي بمصر، رسالتي للسوريين اللي بمصر، احترموا هاي البلد. نحن الحمد لله طول ال 15 سنة يمكن بنسبة 90% من السوريين كانوا محترمين هاي البلد، وما عملنا أي مشاكل بهي البلد، ومحترمين قوانينها ومحترمين شعبها ومحترمين قوانينها ومحترمين كل شيء وعاداتها وتقاليدها اللي هي كتير قريبة من عاداتنا وتقاليدنا كسوريين. نكمل بهذا الشيء، نكمل بهذا الشيء. اليوم أقل كلمة ممكن تسمعها، تمام، من أي شخص ما عم بحكي بمصر، اليوم أقل كلمة ممكن تسمعها وأنت برا بلدك وعم تعمل مشكلة، راح يقول لك تفضل الله معك، أنت ليش قاعد؟ أنت جيتنا، تمام، بسبب الحرب. الحرب خلصت، الله معك. بغض النظر أنت فاتح شغل، أنت معك شركة، بغض النظر أنه أنت يا أخي ممكن تكون جيت على هي البلد قبل المشاكل أصلا، ممكن تكون لك 30 سنة بهي البلد، تمام، وفاتح فيها شغل أو متجوز أو أيا كان. بس اليوم ليش حتى تعمل مشاكل؟ لشو المشاكل؟ يعني انا اليوم احط حالي مكان اي شخص. اليوم انا لو انا بسوريا وشوف شخص غريب عم يعمل مشكلة معي ببلدي، حتى لو انا محترم وما راح اعمل معه مشكلة، بس بيني وبين حالي راح اقول هاد ليش عم يعمل هاي المشكلة؟ هذه مو بلده. مزبوط. ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. رسالتي للشعب السوري انه خلينا مثل ما نحن محترمين، محترمين البلد، ايا بلد كانت، مصر غيرها، باي بلد كنتوا. خلينا آه، نعطي رسالة مين نحن، خلينا نعرف الناس مين نحن. نحن لما آه، طلعنا نحن اصحابين حق، وصاحب الحق بيكون اخلاقه جميلة، يعني بيكون بعيد عن المشاكل. خلينا مثل ما نحن.
رسالتي للمصريين إنه ما يعمموا في المنيح وفي العاطل بأي بلد، بأي بلد كانت. مثل ما في مصريين مناح في مصريين مو مناح، مثل ما في سوريين مناح كمان في سوريين مو مناح. بنهاية الفيديو تحياتي للشعب السوري، للشعب المصري، وتحياتي للحكومة المصرية، وتحياتي لهي البلد، و... وإن شاء الله هيك مشاكل ما بتتكرر، وبتتم محبتنا، وبتتم أخلاقنا، وبتتم التسامح بيناتنا، وبتم حبنا لبعض مثل ما هو. تحياتي لكم.